السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ما كنتش عامله حسابي خالص ان انا اعمله، بس عاجبني جدا جدا واتمنى يعجبكم انتوا كمان. احنا بقى دلوقتي كده في مشكله في البطاطس. كل ما اجيب بطاطس تطلع مش تحمير. حتى بتاع البطاطس ممكن يقول لي لا تحمير وتحمير اصلي، ولو ما طلعتش تحمير هاتيها والكلام ده كله، وبرده ما بتطلعش تحمير. لما الجديدة طلعت برضو جبت من الجديدة، وللأسف برضو ما طلعتش تحمير. فالمهم لقيت ان انا عندي بطاطس كتير ومش عارفة اعمل بيها ايه، لان احنا بنحب البطاطس التحمير الاصلي، وولادي لو ما طلعتش تحمير ما بياكلوهاش. فما كنتش عارفة اعمل ايه، البطاطس كانت كتير وقربت تبوظ، فانا مش عارفة اعمل ايه. المهم جبت اللي هي القديمة اللي انا كنت جايباها من الاول، وقشرتها وصبعتها كده، وبرضو مش عارفة اعمل، يعني قلت انا هصبعها واشيلها، يا اما ارميها بقى يا اما نستخدمها. المهم ايه، كنت متضايقه كده بصراحه ومش عارفه اعمل فيها ايه. المهم بعد ما صبعتها رحت جايه مديها غلوه على النار، وقلت هشيلها برضو في اكياس في الفريزر وابقى اطلعها ايه احمرها. قلت وانا وحظي بقى. فبعد ما عملتها كده رحت جايبه حته قماشه نظيفه، فردها على الرخامه ومصفياها من الميه. انا اديتها ايه، يعني زي نص سلقه كده. طبعا بتحافظي ان انتي ما تخليهاش تتهري منك، يعني يا دوب نص سوا كده. رحت جايبه قماشه نضيفه وفردها على القماشه دي عشان تنشف من الميه، تصفي اي ميه موجوده فيها. فقبل ما اشيلها كده قلت اما اجرب حاجه كده يمكن تطلع كويسه. فرحت جايبه شويه كده في طبق، وضايفه عليهم شويه نشا بالشكل ده كده، ومقلباهم. وقلت اجربها بقى كده واحمرها، طلعت بسم الله ما شاء الله تحفه، اكنها تحمير اصليه. فانا والله ما كانش في دماغي خالص ان اعمل الفيديو، بس لما لقيت النتيجة حلوة قوي وعجبتني فقلت افيدكم. علشان طبعا كلنا بنتعرض للموقف ده، ان احنا نجيب البطاطس على اساس ان هي تحمير وما تطلعش تحمير. فطبعا لو جايبة كمية ولا حاجة، عملتي منها مرة صينية بطاطس ولا كده، فبتبقي مش عارفة بقى تعملي ايه، هتسلقيها كده. فطبعا يعني كلنا اكيد بنحب البطاطس المحمرة، وولادنا كمان. فحبيت ان انا اقول لكم على الفكرة دي، والنتيجة مبهرة فعلا، جميلة جدا جدا. يعني انا دلوقتي بقيت اعملها بنفس الطريقة. انا عملت كيسين وحمرت منهم شوية اللي صورتهم لكم دول، وشلت الباقي في الفريزر، وقلت في اي وقت هطلعها واحمرها بقى ايه. اتأكدت ان النتيجة كويسة الحمد لله. فصحيت تاني يوم بقى، ولادي عشان عجبتهم قوي فقالوا لي يا ماما ايه، اعمل لنا منها سندوتشات. بصوا انا هنا مبطنه بقيه البطاطس كلها بالنشا، بنفس الطريقه اللي وريتها لكم في اول الفيديو. بعد كده كيستها بالشكل ده. بصوا شكلها ما شاء الله تحفه. المهم كيستها وشلتها في الفريزر. صحيت الصبح طلعتها وحمرت للولاد منها. يعني عايزه اقول لكم ان انا لما شلتها شويه في الفريزر وتاني يوم الصبح استخدمتها، طلعت احلى كمان. طلعت زي فارم فريدز بالظبط اللي بنجيبها جاهزه. بصوا انا هنا كنت بحاول ان انا اشيلها كده وانزلها في الطبق، علشان اوريكم ان هي ازاي ناشفه قوي ومقرمشه. هي طبعا باينه، هي لو طريه بتبقى لازقه كده على بعضها وشكلها مش حلو ولونها مبقاش كده ابدا. فاتمنى الفيديو يعجبكم ويكون مفيد ليكم، وتجربوا بس الفكره هتعجبكم جدا جدا. بصوا عايزه اقول لكم ان الكيسين اللي انا عملتهم دول خلصوا تاني يوم، يعني ملحقتش اخزنهم اصلا. اهو بصوا هنا كنت حمرتها، طلعت لهم كده شويه مخلل، وهعمل لهم بقى لانش بوكس كده حلو، سندوتشات بطاطس في عيش بلدي وشويه مخلل. حطيت لهم هنا بسكوت، وحطيت لهم فاكهه. احلى لانش بوكس بسيط واقتصادي، وبطاطس طعمها تحفه. نسيت اقول لكم في اول الفيديو ان احنا بنبطنها كده بالنشا، وبنحطها في مصفى زي ما انا حطيتها في مصفى الطماطم كده، او اي مصفى موجوده عندك، وتنزلي منها، تنخليها كده، تنزلي منها اي نشا زياده. بعد كده تبتدي ان انتي تدخليها الفريزر في اكياس زي ما انا عملتها، وتطلعيها بقى تستخدميها. بتبقى حلوة جدا جدا. جربوا طريقتي وان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. انا والله صورت لكم الفيديو علشان النتيجة عجبتني قوي قوي. اتمنى تعجبكم انتوا كمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.